السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودوزتوا عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله باش ما تمنيتوا. معكم وصفات اداء الناجحه اليوم ان شاء الله. طريقتي في التوجد ديال الخبز، راه بزاف ديال الخبز وجدته معكم في القناه، واليوم وجدت لكم بكميه اللي هي ماشي كثيره. درت معكم غير جوج الخبيزات ونفس الكميه ديال الدقيق البيض ونفس الكميه ديال الدقيق الفينو. الى عجبكم دائما الفيديو ما تنساونيش من واحد لي لايك ديالكم، تعاليق زوينه ديالكم. وبالنسبه للخبيز ديالنا كما عودتكم في القناه، ما تدلكوا ما تعذبوا ما تمحنوا، بطريقه اللي هي بسيطه غير بيديكم. واخا ما عندكمش العجانه غتحصلوا على خبز اللي يستحق انكم تجربوه، واللي كلاه عندكم راه غيحماق عليه. ندوزو نتعرفوا على المكونات دائما وطريقه التحضير. وبطبيعه الحال هذا الى عجبكم الفيديو ومحتوى القناه ديالي ككل، ما تنساونيش بواحد لي لايك ديالكم، تعاليق الزوينه ديالكم، بارطاج القناه مع الاهل والاحباب ديالكم. وبسم الله دائما على بركه الله. بالنسبه للمكونات درت زلافه ديال الدقيق، يعني الفينو، يعني هذاك الدقيق الصفر الحرش ماشي رطب، حيت كاين البنات جوج ديال الانواع، كاين الرطب وكاين الصفر هذاك اللي رطب اللي حرش. انا درت هذاك. بالنسبه كما قلت لكم الدقيق، الفينو الحرش اللي كيكون رقيق على السميده واحد شويه. عندي كما شفتوا ساشيه ديال درهم ديال الخميره، هذيك ديال درهم، انا تعمدت انني ندير هذه ديال درهم، ويعني واحد المعلقه اللي كتكون ما مملوءاش بزاف، ومعلقه ديال السكر حبيبات، والماء بطبيعه الحال الماء اللي كيكون غير دافي، لان الجو دابا بدا كيسخن، ما تسخنوش الماء بزاف باش ما يخسرش معكم العجينه دغيا في الخميره. ملي كيكون البنات الجو بارد واخا تكثروا شي شويه الخميره، ولكن الا كان الجو كما قلت لكم سخون، يعني حاولوا تنقصوا من كميه الخميره، والماء ما يكونش سخون بزاف. هنا الطريقه راه متعودين معايا في القناه، يد المسمن يد الخبز، هذه هي الطريقه. غطيته غير بواحد الغلاقه، ما درت لا سلوفان لا والو، كنخليه واحد المده ديال واحد 5 دقائق 6 دقائق، راه دغيا كيتشرب. ها نتوما هنا ما كتمحنوش في الدليك ديال العجينه. هنا درت زلافه ديال الفينو وزلافه ديال الدقيق البيض اللي كتكون مملوءه، ها نتوما شفتوا. كنغربلها فوق داك الخليط ديال الفينو اللي كنكون درتو مع الخميره والسكر. الملحه راه مازال ما ضفتهاش، عندك تنساو الملحه ويجيكم الخبز مسوس. الملحه غنخليها حتى الاخر عاد غنديرها. هنايا غنجمع بداك الكميه ديال الدقيق اللي عندي فازك. خصني الماء نزيد الماء البنات، على ما عطيتكمش الكميه ديال الماء بالضبط، لينا كل مره وكيختلف الدقيق، يعني حاولوا ديروا الماء غير العجينه ديالكم ما تكونش قاصحه عاوتاني. العجين يجيكم هكا مدقس شويه، الخبز ديالكم حاولوا العجينه الخبز ديالكم يكون العجينه مرخوفه شويه، يعني تكون رطبه. هنا درت المليحه وكنبدا كنجمع العجينه ديالي. هانتوما كما دائما اللي عودتكم في القناه، غنجمع غير بيد وحده في الاول. هانتوما غنجمعها مزيان وغنقطع داك الكميه كامله، انا ما زربتش نهائيا الفيديو هنايا نهائيا. هانتوما كنرش شي شويه ديال الماء وكتحكموا في العجينه، راه كتبان لكم العجينه واش قاصحه ولا جاريه، راه كتبان. هنايا غنحاول نحيد كل داك الفائض ديال الدقيق اللي كيكون لي في القصريه. هانتوما ومن بعد ان شاء الله راه غندهنها بشويه ديال الماء وغنخليها ترتاح لواحد المده تقريبا ديال 15 دقائق، 10 ولا ما تكملوهاش، لان دغيا كترتاح العجينه. هانتوما كما شفتوا غنحاول نحيد كل داك الفائض ديال الدقيق. هانتوما كما كيبان معكم راه الفيديو كيشرح راسو براسو، وكما قلت لكم ما زربش معكم الفيديو. هنا البنات راه ما زربش الفيديو نهائيا، هانتوما غير باليد وحده في الاول كندير. هنا غندهنها بشويه ديال الماء، وهذه هي الطريقه باش كتدلك معكم العجينه. ماشي تبقاو كتضربوا فيها تماره من الاول، غير خليوها ترتاح ورجعوا ليها، راه مباشره العجينه كتكون ارتاحت وكتكون طلقت هذاك الخيط ديالها. دابا من بعد ما خليتها تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق ولا ما تكملوهاش نهائيا، هانتوما العجينه بدات كتطلق وكتطلق ليها داك الخيط ديال اللي كتكون يعني في العجينه، داك الماده اللي كتكون في الدقيق راه طلقات. هانتوما بان ليكم العجينه كما شفتوا، انا العجينه بانت ليا شويه شاده راسها، زدت لها واحد الرشيشه د الماء. هذاك الرشيشه د الماء غير كندخلها هانتوما بهذه الطريقه هذه، راه ماشي نضرب تماره نيت في العجينه ونبقى ندلك نهائيا، ما كنديرهاش. هنايا كما شفتوا العجينه ديالي راها كتكون واجده. هنا غندير لها واحد المعلقه، الا بغيتو هذه اختياريه، ديروا معلقه زيت الزيتون ولا معلقه ديال الزيت
النباتيه، غير باش كتحصلوا على داك اللون اللي كيكون هكا محمر كما شفتوا في الاول ديال الفيديو. كيكون الخبز محمر معكم كيجي، واصلا كيجي الخبز رطب. صافي غندخل له هاد شويه ديال الزيت كما شفتوا. غنغطي العجينه ديالي بلاستيك غذائي وغنخليها تختمر مزيان. قد ما خليتو العجينه كتختمر يعني كتحصلوا على نتيجه ديال الخبز اللي هو مزيان ومفشفش وما كيكونش مدقس معكم. غنغطيها بلاستيك غذائي نخليها ان شاء الله حتى تختمر، نرجع معكم باش نشكل معكم الخبيزات ديالنا. هنا من بعد ما دازت المهم ماشي بزاف، ما كاملاش حتى نص ساعه البنات، لان دغيا كيختمر كما قلت لكم. الجو راه سخون بزاف. هنايا هانتوما العجينه ديالي كندهن يديا بشويه ديال الماء، وعندي اما تقرصوا بالفينو اما تقرصوا بالسميده اللي بغيتو. هنايا كنقسم هذاك العجينه على جوج ديال الخبزات اللي تبارك الله كيكون الحجم ديالهم كبير وكيجيو هكا خفافين غزلان. انكم تستحقوا تجربوا الوصفات ديالي، وصفات اللي كتكون بسيطه بطبيعه الحال وناجحين وفي متناول الجميع. انا كنبارطاجي معكم الوصفات اللي كنوجد انا العائله ديالي في الدار، كنبارطاجيهم معكم. بالنسبه للناس المبتدئات الصغارين ماشي من الناس راه كلشي كيعرف يدير الخبز، غير بعض المرات الطريقه اللي كتكون مختلفه. هنا كنحاول نقادهم دائما كما عودتكم في القناه. هذه الطريقه ديالي باش كيجيوني واحد الحجم وما كتجيش شي وحده كبيره على الاخرى. هانتوما الا بانت لي انا ناقصه هذيك كنعاود نقادها. بانوني مقادين بلا ميزان كتحصلوا على خبيزات اللي كيكونوا مقادين. غنخليهم ان شاء الله كما شفتوا يرتاحوا ضروري في هذه المرحله هذه. ماشي غير غتكرسوهم وتقرصوهم، لا، يعني غتلوبلوهم وغتخليوهم يختمروا عاوتاني للمره الثانيه باش يندقوا معكم وما كترجعش معكم الخبيزات ديالكم. ملي كتبداو تدقوهم ما كيرجعوش، يعني ما كيتكملش العجينه ديالكم، ما كتقلصش الحجم ديالها. هنايا انا غنطيبهم ان شاء الله اليوم في الفران ديال الضو. بالنسبه للون البنات، الفران ديال الغاز راه ما كتحصلوش على نفس اللون الا طيبتو في الفران ديال الضو. هذه غير واحد الاضاءه ولا اضاءه، المهم كنوضح لكم. ديال الضو كتحصلوا على لون اللي هو محمر، عكس الفران ديال الغاز راه كيكون محمر ولكن ماشي بنفس الطريقه ديال هذا. هنا من بعد ما اختمروا كنتقبهم بالفرشيطه، كندخلهم الفران اللي كيكون مشعل من الفوق ومن التحت على عافيه اللي كتكون مجهده بطبيعه الحال. وكتخرج الخبيزات ديالي. هانتوما الشكل ديالهم النهائي مفشفشين رائعين، يستحقوا انكم تجربوه. الى عجبكم دائما المحتوى ما تنساونيش من اللايك ديالكم، تعليق زوينه ديالكم، بارطاج مع الاهل والاحباب ديالكم. خليت لكم الراحه الى فيديو قادم ان شاء الله. وكنشكر اللي كينضموا للقناه جداد، شكرا لكم بزاف.